اوعي تغلطي غلطتي ويضحك عليكي وتصدقي اللي يقولك الخلاط ده 13,000 واط. دي بتبقى ارقام وهميه حاطينها على العلبه. انا الخلاط بتاعي يا بنات 1800 واط. تعالى اقول لكم على العيوب والمميزات بتاعته. انا اول ما جبته كنت عايزه اختبره بصراحه واشوف هل فعلا ال 1800 واط دول حقيقيين ولا اشتغاله. حطيت كوبايه ازاز، انا قلت هضحي بقى بسم الله. بصوا اللي حصل في ثواني، الكوبايه اتطحنت. لا بصراحه كقوه موتور اديله مليون من عشرة. حطيت فيه بقى الطماطم سليمه زي ما هي من غير نقطه ميه، في ثواني بقت زي العصير ناعمه جدا. انا اصلا مش هضطر ان انا اصفيها. لو كنت حطيت الطماطم في الخلاط القديم سليمه كده ومن غير ميه مستحيل كان يشتغل اصلا. حطيت فيه كمان التلج عشان يجرشه وفعلا ما خيبش ظني. وكمان عملت فيه الفراوله، طلعتها من الفريزر متلجه كده زي ما هي. وخدوا بقى احلى كوبايه عصير متلج في ثواني. مش بس كده، الخلاط جاي معاه كمان كبة فيها 4 سكاكين حادة جدا وداعا لدموع البصل. خلاص حطيت البصل سليم زي ما هو، والله يا دوب ضغطة واحدة ما كملتش ثانية أصلا وطلع بالشكل ده. وكل ما نضغط أكتر ينعم أكتر. قلت أجرب فيه اللحمة كمان بس كنت خايفة شوية بصراحة، وبرده ما خيبش ظني. فرم اللحمة زي اللي بتيجي من عند الجزار مفرومة، يعني هيغنيكي كمان عن الكبة. الخلاط جاي كمان معاه مطحنة علشان التوابل والسكر، فيها 6 سكاكين بينعموا اي حاجه جدا. بصوا الحبيبات بتاعت السكر عامله ازاي، حطيته بضغطه واحده بس بقى سكر بودر بالشكل ده. الوعاء بتاع الخلاط حجمه كبير جدا ما شاء الله. الخلاط فيه 15 سرعه، ده زرار التشغيل من خلاله بنتحكم هنشغل الجهاز ولا نقفله. اما الزرار التاني ده فده لو نزلناه لتحت الخلاط بيفضل شغال من غير ما يفصل. خلاط دي اس بي كتله مميزات يا بنات. انا فعلا ما فيش حاجه جربتها من الشركه دي الا وابهرتني. انا جبته من دي اس بي ايجيبت، هتلاقوني عامله له منشن تحت في الكابشن، او ممكن تطلبوه من على الويب سايت بتاعهم.